السلام عليكم ومرحبا بكم على قناة كل سباب بصنعة. اليوم إن شاء الله راح نشوفوا طريقة تحضير سابلي بالجلاساج وشوكولا وبالحرقوس. لتحضير هذه الوصفة نحتاج ما يلي. لتحضير هذه الوصفة نحتاج إلى 500 جرام دهن. راح نعمل كمية كبيرة مليحة، يعني 250 جرام. أنا هنا عاملة 250 جرام مارغرين و250 جرام سمن مدينة. ممكن تعملوا 500 جرام مارغرين ديركت، ممكن تعملوا 500 جرام مدينة. أنا نعمل بالمارغرين ونعمل بالمدينة ونعمل مزيج. هنا مزيج نص نص. 500 جرام تاع الدهن عنده، عاملة هنا 200 جرام نتاع السكر عادي ماشي سكر جلاس. عندي صفارين بيض وبيضة كاملة. عندي مبشور الليمون، عندي شويه تاع الفاني جيبين هذا، وعندي عطر الليمون. نعمل قطرات هنايا، هو عطر وملون في نفس الوقت. تحب تستغنى عليه تستغنى عليه. عندي مبشور الليمون، وعندي 1 كيلوغرام طحين ابيض. نعمل ونشوف، ما نحطوش كامل الكيلو على مره. كاين طحين اللي يشرب، كاين طحين اللي ما يشربش. العجينه هذا هو قوامها، طريه، وما درتش الكيلو كامل تاع الفارينه. طحين ابيض قاعد لي هنا 100 غرام، يعني عملت في ال 500 غرام تاع الدهن و200 غرام سكر. استعملت غير 900 غرام طحين ابيض، وجاتني ما شاء الله ماشي طريه بزاف وماشي يابسه. فوالا هذا قوامها. راح نقطعها بهذه القطاعه. فوالا نبسط العجينه تاعي بين ورقتين تاع بلاستيك غذائي ونبدا نقطع. بالنسبه للحشو عندي شويه حلوة الترك وشويه مربى وشويه نتاع القفريت نفتتو كامل ونخلط المكونات ثلاثه مع بعض، نتحصل على كريمه لذيذه جدا ونلصق بها السابلي نتاعي.
كان هذا سابلي الحرقوس في شكله النهائي بشكلين مختلفين أو تزيينين مختلفين، جلاسي او شوكولا نواغ. ان شاء الله ينال اعجابكم ورضاكم، وان شاء الله نكون افدتكم ولو بالقليل. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.